لطالما سمعتم عن الريف الأمريكي، ولكن ولا بيوم شفتوه. فتعالوا اليوم وياي أخذكم بجولة جدا مشوقة وحلوة في الريف الأمريكي. الحياة البسيطة والزراعة والطبيعة وتربية الحيوانات وهاي الأمور. فلوج جديد، يوم جديد، ساعة جديدة، حمل جديد. حاليا احنا موجودين في واحدة من أكبر الشركات التي تصدر الأخشاب إلى كافة الولايات في شمال أمريكا. خل طيرك بالدرون وشوفك الجمال الطبيعي هنا، وبنفس الوقت الجبال تحيط بيوتها من كل الجهات. كل هذه المشاهد اللي تشوفها الآن هي ليست من فيلم أو مقطع مصنوع على الذكاء الاصطناعي، بل هي من تصوير طارق حسين بكاميرا الدرون. جبال ولاية يوتا في أمريكا تسحر الألباب وتأسر القلوب. تتنوع جبال يوتا بتضاريسها الساحرة ومناظرها الخلابة، حيث يمكنك الاستمتاع بتلالها الساحرة ووديانها الخضراء وأشجارها الراسخة. نعم يا عزيزي، إنها يوتا. فأضمن لك إنه هذا المقطع راح يكون دسم. أوكي؟ تعال. اليوم حيكون عندنا حمولة تمتد من ولاية يوتا إلى ولاية المسيسيبي، والتي تبعد أكثر من 1600 ميل. كلياتنا نحب الثلج، ولكن ثلج عن ثلج يفرق. درجات حرارة يوتا جدا باردة. ليش؟ لأنها من الولايات الشمالية اللي دائما تلاقي الثلج فيها حتى بالصيف. طبعا قاعد تشوفون هذول الشرطة كل سبب هاي الحمولات. هاي الحمولات يعني الكبيرة والضخمة ما يطلعون لوحدهم إلا وياهم كم هاي من الشرطة اللي يفرغون لهم الطريق من الوراء والأمام. مثل ما قاعد تشوفون كمية الشرطة اللي وياهم مو طبيعية، وبنفس الوقت يطلعون وياهم أصحاب الإشارات على مود ينظفوا لهم الطريق. طبعا المنحدرات قاعدة تزيد أكثر وأكثر، والسبب هو جدا عادي، إنه ولاية يوتا يعني ولاية جبلية، فأكيد طرقها تكون على الجبال والهضاب وصعدات ونزلات وانحرافات، فالواحد لازم يقود بانتباه ويكون دائما مركز على الطريق، وخصوصا اذا كان سائق شاحنه فلازم ينتبه امامه وخلفه. الان احنا على حدود يعني الجبال يوتا والولايه الاخرى. ليش؟ لان الجو حاليا قاعد يصير اشمس وحر اكثر، وايضا الجبال هنا مثل ما قاعد تلاحظون انها قاعده تصير ناشفه اكثر. طبعا توقفت هنا على مود اروح للريستيريا هذه حبايبي، ولاحظت انه هنالك كم كبير من السياح اللي موجودين هنا في كل مكان، فتعتبر المنطقة اللي انا بيها حاليا هي منطقة استراحة للسواح اللي هنا، وبنفس الوقت يعني تقدر تصعد هناك وتاخذ صور مثل ما قاعد نشوف ذاك ابو السيارة اذا احاول اني اصوره. حاليا احنا ببورد تفتيشي قبل لا نفوت الولاية اخرى. اوكي، هاي بيوتا. حاليا اني امام واحده من اجمل المناظر، هي غروب الشمس. شيء مو طبيعي. واو، لازم احنا حنصف وننام، وغدا راح نكمل رحلتنا لان باقي لي 900 ميل لحد ما نوصل. اشوفكم غدا. اصبح الملك كله والحمد لله. توني بديت اسوق، وحاليا هذا المنظر اللي امامي والشمس الجميله. تلعب الطواحين الكهربائيه دورا حيويا في دعم الاقتصاد المزدهر للولايه. حيث تساهم في تشغيل الصناعات وتعزيز النمو الاقتصادي. كما توفر البنية التحتية المتطورة للطاقة الكهربائية في تكساس استقراراً في توزيع وتوفير الطاقة للسكان والشركات على مدار السنة.
وتعالوا خلونا نكمل لان صدقوني عندنا هوايه اميال وكثير اميال، ولكن احنا متاخرين والتوصيل غدا صباحا، فما اعرف اذا حنوصل بالوقت او لا. طبعا حاليا احنا امام نقطه تفتيشيه، وبنفس الوقت يشوفون الوزن ويشوفون الشاحنه اذا بيها شغلات غلط او مثلا الشاحنه تعبانه، وهل هي مستعده للخروج بالشارع، وهل هي امنه انك تسوقها ولا. هذه النقطة التفتيشية بيها مخفر للشرطة وايضا بيها شرطة، فاذا انت كسائق شاحنة وحاولت تهرب وما تدخل هاي المنطقة للفحص على طول راح يلحقك شرطي، ووراها تعرفون ايش راح يصير. طلعنا من الوايت ستيشن والان حاليا احنا على طريق الاي 40 ومتوجهين الى اوكلاهوما، ومن بعد اوكلاهوما حبايبي راح نفوت وين؟ حنفوت الى الميسيسيبي، والان امامكم واحده من قرى اللي موجوده هنا، وشوفوا لي اياها قديمه جدا. شوف الطرق، شوف كل شيء بيها قديم. 1917 اسست هاي القريه اللي امامكم، واللي تعتبر شيء جدا تراثي وقديم. أغلب هذه المباني بنيت وشيدت قبل أكثر من 100 عام، ويتم ترميمها باستمرار والاعتناء بها من أجل بقائها. طبعا للعلم أغلب سكان هذه القرى يكونون من الأمريكان اللي صراحة ما يحبون التطور أو ما يحبون المدن، الحياة البسيطة والزراعة والطبيعة وتربية الحيوانات وهاي الأمور. وانا صراحه واحد منهم. مثل ما قاعد تلاحظون تشوفون انه اغلب الاماكن اللي موجوده هنا خضراء، واغلب البيوت اللي هنا تكون بعيده البيت عن البيت، واغلب البيوت مثل هذا البيت مثلا حاليا يكون في مزرعه مثل ما قاعد تشوفون امامه، وبنفس الوقت اكيد يربون الحيوانات هنا وعندهم بيوت وكل شيء عندهم. تعتبر هذه المناطق من المناطق التي حافظت على التراث الأمريكي حتى يومنا هذا، فأغلب البشر هنا يعشقون الريف ويعيشون تحت تربية الدواجن والمواشي في المزرعة، يساهمون في زراعة أعداد كثيرة من الأراضي اللي موجودة هنا. وللعلم تكون أسعار هذه البيوت أو هذه المساحات ليست بالغالية جدا. ليش؟ لأنها تبتعد عن المدن، وكل ما ابتعدت عن المدينة كل ما قل سعر الأرض. فأغلب المزارعين هنا يعني أراضيهم تتراوح من 70,000 أو 50,000 إلى 150,000، واللي تعتبر يعني أسعار جيدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد رحلة شاقة ومتعبة أكيد نحتاج نعبي ديزل. عاد هاي سعر الديزل يعني صراحة جدا صاير غالي، يعني التعبئة مال أتوقع ثلث الجالن أو نقدر نقول 163 جالن، يعني شوف ايش قد سعرها، $644. طبعا توني صفيت بعد سواقة طويلة، وحاليا هي الساعة 2 ليلا حبايبي، واحنا الآن في بايلوت تراك ستوب. انتهيت والله العظيم، انتهيت 1700 ميل فقط في يومين. تم الوصول، غدا صباحا راح اقعد اوصل هاي الحمولة. اتمنى انك تحط اللايك والاشتراك، وبنفس الوقت تجي تتابعني على الانستغرام. وكان معاكم طارق حسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح انام نوم مو طبيعي. باي.